إلى إسبانيا، حيث نظمت المنصة الدولية للنساء من أجل الصحراء الغربية يوما تضامنيا مع المرأة الصحراوية في جامعة لاغونا جزيرة تنريف الكنارية تحت عنوان النساء الصحراويات ثقافة مقاومة وكفاح. تحت عنوان النساء الصحراويات ثقافة مقاومة وكفاح، نظمت المنصة الدولية للنساء من أجل الصحراء الغربية يوما تضامنيا مع المرأة الصحراوية في جامعة لاغونا بجزيرة تنريف الكنارية، وذلك بحضور عضو الأمانة الوطنية وزيرة التعاون الأخت فاطمة المهدي والناشطة الحقوقية المناضلة سلطانة خيا، والمختطفتين السابقتين فاطمة السالك عبد الصمد والمامية السالك عبد الصمد، والمناضلة سكينة نداي، ونائب عميد الجامعة السيدة أنا ماكولادا، وأفراد من الجالية الصحراوية بالجزيرة. حيث عرف اليوم التضامني مع المرأة الصحراوية مشاركة جمعيات الجالية الصحراوية بالجزيرة هذا، وعرفت الأنشطة المقامة على هامش الحدث مجموعة من المداخلات حول نضال وكفاح ومقاومة المرأة الصحراوية في إطار الجبهة الشعبية من أجل تحقيق الاستقلال الوطني وقيام الدولة الصحراوية. كما كانت المناسبة فرصة لتخليد الذكرى 48 ليوم الشهيد المصادف لاستشهاد مفجر ثورة 20 مايو الخالد الشهيد الرمز الولي مصطفى السيد. ومن بين الأنشطة التي صاحبت الحدث عرض فيلم وثائقي حول مقاومة المرأة الصحراوية في المدن المحتلة والمعاناة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها باستمرار المدنيون الصحراويين من طرف سلطات الاحتلال المغربي. وتجدر الإشارة إلى أن المنصة الدولية للنساء من أجل الصحراء الغربية التي تم إنشاؤها مؤخرا، والتي تضم مجموعة من المنظمات والجمعيات والهيئات الحقوقية والغير حكومية، تعتزم تنظيم أنشطة للتعريف بالقضية الصحراوية والدفاع عنها في كافة المجالات، خصوصا نضالات المرأة الصحراوية بالأرض المحتلة ومخيمات العزة والكرم.